السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أنا في بنغلاديش من خلال زيارتنا مرينا بالمعرض اللي هو السادس عشر، المعرض الدولي خاص بالتكستايل والنسيج وجميع معدات صناعة الجارمنت. راح أغطي لكم طبعا، أعطيكم أول شيء معلومات عن بنغلاديش. بنغلاديش تعتبر أهم دولة في صناعة الملابس في العالم كله. تقريبا 30 مليون شخص يشتغلون في هذه الصناعة. عدد سكان بنغلاديش 160 مليون. أفضل العمالة وأجودهم ماهرة في بنغلاديش. أغلب الشركات وأكبر الشركات العالمية تصنع في بنغلاديش. عشان النت ممكن بعض الفيديوهات ما توصل، في اللي يبغى يتابع أكثر ينتظر لين آخر المقاطع مرة واحدة ويشوفها مرة واحدة. زي ما قلنا، ليش الناس تختار بنغلاديش؟ بنغلاديش لأن الكوست حقها أقل، وما في أكثر شيء ما في نظام الكوبي زي الصين. الصين الآن تصنع اليوم لك، بكرة تصنع نفس الموديل للناس الثانيين. في بنغلاديش هي اختيار صحيح. ليش؟ لأنهم يصنعوا فقط، ما يحاولوا أنهم يصدروا بعض المنتجات اللي هي ممكن تكون حقوق محفوظة. هذا بقدر مو دائما، بس هي أقل أمانا، أكثر أمانا من الصين. نحن في المعرض راح نلاحظ أفضل الآلات وأكبر الماركات حتكون موجودة في بنغلاديش. البعض ممكن يستغرب، يقول ليه أنا أشتري المعدات الغالية والأشياء الغالية بينما في بنغلاديش العمالة رخيصة من 8000 تكة، يعني تقريبا في حدود 500 ريال أو 100 أو 600 ريال، وليه أشتري مكاين غالية؟ فهذه مهمة جدا ملاحظة، إنه اقتناء الآلات والمعدات العالية هي توفير أكثر من العمالة العادية، تعطي جودة وإنتاج عالي. ضمن الزيارات معايا خوي مشعل اللي انتم تعرفوه طبعا، دائما يسألوني عنك. نعمل جولة للمعرض. المعرض دوبي اكتشفت اليوم انه هو مخصص للتكستايل اكثر من الجارمنت. في معرض ثاني حيصير اللي هو مخصص للمكاين. زي ما انتم شايفين هنا الماكينة اوتوماتيك، يركب تبع البلت، يركبها اوتوماتيك. هنا تغيرت الماكينة، صارت تركب الجيوب. ضمن المكاين اللي هي احنا عند شركة إيطالية، ضمن المكاين الكاوية اللي تسرع عملية الكوي. هنا هذه كاوية اوتوماتيكية كندوت، كوي القميص مرة واحدة. كوي بالبخار. هذه طبعا تفخ بخار. أول شيء سوي بخار. again yes. هذه الآن للبنطلون بنفس الوقت، نفس الفكرة، بس لأنه ما في بخار عشان كذا ما يبان الشغل. بس هي عملية إنتاجية للإنتاج أسرع وبجودة أفضل. عندي هنا hello, your name? Hi, my name is David. From Macbi, from Italy. Yeah. من إيطاليا، من شركة ماكبي. هذه بديل عن الكوي العادي وبسرعة فائقة. هنا الآن عندنا ماكينة خاصة بصناعة بطباعة طباعة الليبل. هنا how many color hair؟ 6 ألوان. One color? Three colors. Three color. Bag one.
here and two here. That's all $1 تسوي طباعة الليبل بهذه الطريقة. This is many colors. How many؟ هذه الماكينة فيها أكثر من لون. How many color here؟ 6 colors. الطباعة على الملابس نوعين، في طباعة دايركت على الملابس اللي هي تجي ماكينة زي ماكينة براذر، وفي ماكينة مخصصة بالسكرين حوريكم الآن. هذه الماكينة فول اوتوماتيك سريعة جدا، تطبع أكثر من لون عن طريق السيل سكرين. هنا يطلع تطبع اللون الأصفر لوحده واللون الأسود لوحده وأكثر من لون، وتطلع أكثر من تيشيرت في خلال ثواني. بس هذه للكميات الكبيرة والمصانع الكبيرة، عشان تسوي تصميم واحد يحتاج لك شبلونات زي كذا وتصميم لكميات كبيرة. هذه الماكينة هي ماكينة تغليف. اوكي ريدي جو. ماكينة التغليف والباكينج. هنا ماكينة طقطق تسوي الطقطق اوتوماتيك، تاخذ الذكر من هنا والانثى من هنا وتسويه مرة. طبعا البشمهندس مشعل هو اللي شغال عليها. ثانك يو. هنا عندنا ماكينة خاصة بالتنظيف، بدل ما واحد يقصقص الخيوط الماكينة تقوم بالقص الخيوط اوتوماتيك. طبعا السيد مشعل هو اللي هي ما تقص القماش، فقط الخيط، حتى لو حطيت القماش وهذه النتيجة نظيف. هنا ماكينة لتعبئة الخيوط واستخدام الخيوط من الفنايل وتعبيها إلى خيوط إلى رولات جديدة. ريسايكلينج. وميدين in بنغلاديش. يا عيني ما شاء الله. This is made in Bangladesh. Made in Bangladesh. Good. هنا عندنا ماكينة تطبع مباشرة على الأقمشة. طبعا الأقمشة القطرية، الأقمشة في أقمشة بلوستر ممكن يكون لها تطبع على ورق وبعدين يعملوا لها تحويل على الأقمشة، لكن هذه الماكينة تطبع مباشرة على القماش على الأقمشة. Which brand؟ Italian machine. ماكينة إيطالية. مش القطنية بالذات. هنا يتم تصميم الديزاين وبعدين يروح على الماكينة هنا. This machine from الطباعة. How many yard each hour؟ 335 linear meter per hour. 350 يارد بالساعة. هذا الراس، حجم الراس ما شاء الله كبير. Head. 16 head. Now 8. We can configure up to 18. Yeah, it can be faster. Yeah. الآن 16 راس يشتغلوا فيه. اوكي ثانك. هنا مكان التريكو. مكان التريكو طبعا تشتغل كل انواع الفنايل باشكال مختلفة، وكمان ممكن تسوي تصاميم في نفس الوقت زي كذا. نشوف الماكينة وهي شغالة. طبعا الماكينة معها 8 ألوان. How many color it have this machine? Sorry? How many colors? What color? Machine color or we can use color? How many color can use this? 12.
12? Yes. This is from China. Yes. Ningbo. Ningbo. هنا مكاين طبعا للمصانع الكبيرة اللي هي تستخدم النسيج. ممكن تغير الخيط من كون صغير من كون كبير إلى كون صغير. This is every different a lot of different مكاين كثيرة وأنواع كثيرة. زي كذا تعبي من هذه الكبيرة وتوديها على هذه الصغيرة. اليوم انتهت التغطية، بكرة إن شاء الله باقي معايا يوم بحاول إني أعرض لكم بعض الأشياء. يعطيكم العافية وشكرا لكم.